نحكيو على المنتخبات العربيه. باش نعملوا قراءه في النتائج. قلنا زوج انتصارات للجزائر والسعوديه، 3 تعادلات و3 هزائم. هزيمه مصر قدام البرازيل، تعادل المغرب مع النرويج، هزيمة الأردن مع كولومبيا، فوز السعودية على بورتوريكو، تعادل العراق مع إسبانيا، وهزيمة تونس أمام بلجيكا، فوز الجزائر على هولندا، وتعادل قطر مع السلفادور. تقريبا نعيمة تابعت أغلبية المقابلات. شكون أكثر منتخب شد الانتباه؟ أنا أعرف الإجابة. شد الانتباه، لكن هذاك هو حاليا ترتيبه واللاعبين اللي فيه يعطيك أصبح منتخب كبير كما الكبارات اللي في أوروبا. والمنتخب المغربي الحقيقة منتخب تفرج فيه البارحة ضد المنتخب النرويجي، منتخب عتيد عنده لاعبين كبار في فرق كبيرة في أوروبا. حتى اللاعبين اللي جابهم المدرب الجديد ميهوب تقريبا لاعبين ممتازين، وينجموا يعوضوا اللاعبين اللي ما مشيوش للمونديال هذايا. البارحة شفنا منتخب كبير عربي اسمه المغرب، لكن كما نقولوا صبغة أوروبية. الكاليتي موجودة سواء من مستوى الدفاع إلى مستوى الهجوم. الحقيقة حارس كبير اسمه بونو. أنا نقول ما نحبش نقول أنه هو المنتخبات العربية بصفة عامة. أنا شفت زاد كيف شوبير، شفت فما حراس مرمى موجودين في العارين، تعرف اللي بنسبة 50% فما مأمن التالي دفاعيا، لكن بونو في واد آخر الحقيقة. مع المستوى الوسط الميدان، المستوى الهجومي بالنسبة لي أنا راهو يبعد المنتخب المغربي على المنتخبات الأخرى. بالنسبة للمنتخب المصري مجموعة يظل ينجم يحاول أنه يكون فيها على الأقل يترشح في المرتبة الثالثة ضد المنتخب البرازيلي. شوبير هو أحسن لاعب، منع تقريبا تصديات، كانت يمكن 7 تصديات ممتازة بالنسبة للحارس هذايا. لكن هذا ما يمنعش اللي فما حتى المنتخب المصري فما مباريات ينجم كما نقولوا نحن يكون فيها موجود، مش المباريات ضد المنتخب الكبير المنتخب البلجيكي ولا منتخبات أخرى، لكن حتى المنتخب المصري عنده بيع وذراع وعنده لاعبين اللي ينجموا يصنعون الفارق، سواء مرموش فما بشويه تحفظات على محمد صلاح، لانه محمد صلاح كيف زاد عقد من اصابه، ماهوش محمد صلاح اللي نعرفوه زاد بالنظر للعمر. لكن المنتخبات الاخرى المنتخب الجزائري كيف على غرار المنتخب المغربي كيف عنده الكاليتي موجوده في من لي كومبارتيمون الكل، سواء حتى زيدان اللي الناس الكل تنبأت انه مش باش يكون حارس كبير او ما ينجمش يضيف للمنتخب بعد المبوحي، ما ينجمش يضيف للمنتخب الجزائري. لكن ضد المنتخب الهولندي تقريبا تصديات في الشوط الاول كانت هي اللي خلت المنتخب الجزائري معناها يفوز بنقاط المباراة. المنتخبات الاخرى على الحقيقه كلها متساويه وما نستناوش برشا من المنتخبات الاخرى. الاردن، المنتخب العراقي نوعا ما يمكن ينجم يكون شويه بالنظر للمجموعه، لكن منتخب انا يمكن المنتخبات اللي ضدهم ينجموا يلقاو رواحهم، لكن كمستويات فرق كبير بين المنتخبات شمال افريقيا والمنتخبات الاخرى المنتخبات العربيه في اسيا. لكن نرجع نقول المنتخب المغربي مش كله كلمه كما كانت له في اخر مونديال في قطر. هنيس العياري، شكون المنتخب اللي شد الانتباه اكثر بالنسبه في النتائج نتاعو في الروندمون؟ نجم تقول لي مثلا خسرنا مع بلجيكا، برشا تعليقات جينا اكثر منتخب شد الانتباه تونس، خسرنا مع بلجيكا، تعدينا مش بلجيكا. كي نشوفوا مقارنه مش مقارنه هي ولكن قراءه في تحضيرات المنتخبات العربيه. من غير مجامله خلينا نكونوا واضحين، نقولوا المغرب والبقيه في المواعيد الكبيره، معناتها المغرب والبقيه في المواعيد الكبيره، لانه الجزائر رغم 2 ماتش اميكو 2 انتصارات بالنسبه لي انا ماهمش ريفيرونس 2 انتصارات هذوما. نحكيو على منتخب باش يقارع على الكبار، باش نحكيو على منتخب 90 دقيقة عنده نضج تكتيكي وعنده من إمكانيات أنه المنتخبات الكبيرة يوقفها ويكون ند للند. هذا هو المنتخب العربي اللي باش يستناوه على رب الكل الحقيقه، وهذه حقيقه باش يمشي بعيد، لانه عنده كل الامكانيات، عنده العقليه، عنده ليتا فيزيك، ليتا تكنيك، عنده المستوى العالي، عنده ملاعبيه لعبت فينال تشامبيونز ليج كيما حكيمي اليوم، عنده من اللي كاليتي ما نجم يتجاوب مع اقوى الادوات الهجوميه، عنده جارديان، عنده جارديان كبير، يعني عنده كل الامكانيات ما ينجم يمشي بعيد. بعدين المنتخبات العربيه وهذه حقيقه
البرتقال ما تستناش منهم حاجه كبيره الحقيقه معناتها. حتى المنتخب الجزائري يعني رغم زوز الانتصارات مراش انه مراهن للدور الثاني ولا باش يمشي بعيد بالنظر للمجموعه فعنده النمسا وعنده الاردن. عنده الاردن اي هذيك الارجنتين تنجم تكون مشكله لكن ينجم يتعدى لكن ينجم يتعدى ماهيش سيربريز وزاد كي يخفق زاد بالنسبه ليه حاجه عاديه يعني. المنتخب الجزائري ماهوش مراهن الحقيقه بتتر اكثر حاجه انه يتعدى على الترشح مش مراهن على الترشح النيس مع الاردن نجموا نحكيوا عليه مع الاردن اما ماهوش منتخب جزائري حتى مع النمسا حتى مع النمسا مانيش ضد المنتخب الجزائري اما الحقيقه معناتها لا نعرفوا بيان سور ماكش ضد لكن كي نشوفوا الجزائر مع لوتري شفنا ماتش الكبير اللي عملته كونتر هولندا الحقيقه مع البريستاسيون اللي عملوها ديما لي ماتش ماهمش ريفيرونس قبل المونديال بالنسبه لي لكن نشوف الجزائر تنجم تتعدى بارابور البول الحقيقه في بول اخرى تنجمش تتعدى لانه معاك الاردن ومعاك النمسا عندك الامكانيات باش تتعدى ما ثماش علاش. شوف احنا مجموعتنا رغم ذلك انا منين نربحوا السويد لكن المغرب في اي مجموعه مهما كانت المنتخبات وقيمه المنتخبات اللي موجوده معاه راهنوا على منتخب المغرب. فرق بعيد ما بين تمن بمنتخب عنده الامكانيات وما بين ضربه حظ. اليوم نحكيو على المنتخبات العربيه كلها ضربه حظ ما نحكيوش على منتخبات عندها من الادوات ومنتخبات قويه. نشوف ان شاء الله نقول انا تونس اليوم يكون دور ثاني الحقيقه رغم العائق نتاع الخمسه اهداف ورغم الهزيمه لكن هوني كابابل مع السويد ان شاء الله تكون روح جديده من برشا بالوليدات هذوما باش نعملوا فيكتوار اولى ودخلنا في المونديال. تعرف برشا راهو ماتش السعوديه كان لنا عائق كبير في 2006 باقي ماتش نيول اللي فوالا كان ربحنا معناتها كانت تتبدل برشا معطيات. المنتخب التونسي عنده الامكانيات الكل مع الخماسيه والخساره تنجم تعطينا روح جديده وندخلوا بيان ابليكي والمدرب يحضر التوليفه مليح مليح مليح.